حبايبي دلوقتي بنسلق الكرنب، هنعمل كرنب. ورق الكرنب ده لما بنيجي نسلقه ما نسلقوش لحد ما نلاقيه استوى على الاخر في الميه. لازم نطلعه ناقص سنه، علشان خاطر لما بنحطه على بعضه كده البخار بتاعه ده السنه بيسوي السنه اللي هي ناقصه فيه، يعني بيسويه زياده. ما اسلقوش، ما طلعوش من الحله مسلوق على اخره، لا. ابقى حاسه كده ان ناقص سنه على السوا واجي مطلعاه، علشان لما يقعد على بعضه ما يتهريش معايا والورق يتقطع. فانا بسلقه بسيب فيه سنه كده ما يستلقش قوي. يا جماعه 2 كيلو طماطم معصجاهم على النار وعاملاهم صلصه زي ما انتم شايفينهم، بخلوهم بالسم كده، ومقطع عليهم 3 بصلات حلوين كده. دي خلطه المحشي، انا كده بعمل خلطه المحشي. مقطع عليهم 3 بصلات كده وحطهم عليهم. او ممكن تحط عليه، ممكن تحطيهم على النار لمده 10 دقايق، وممكن تحطي كله ني في ني. انا بعمل كله ني في ني زي ما انتم شايفين كده. بحط البصل على الصلصه، وبحط اللهم صل على النبي نص كوبايه زيت، اللي هي الكوبايه بتاعت العصير دي اللي انتوا شايفينها، نص الكوبايه دي. وبحط عليهم 5 معالق زبده، بس الزبده ما تكونش سايحه، تكون ماسكه نفسها كده، علشان المعلقه لما بتكون ماسكه نفسها بتشيل اكتر طبعا. وبحط يا جماعه معلقه ملح كبيره، وبحط نص معلقه فلفل اسود، وبحط معلقه شطه على حسب الشطه دي يا جماعه، عشان في ناس بتحب مشطشط وفي ناس ما بتحبوش. بحط معلقه شطه كبيره، انا بتكلم عن نفسي، بحط معلقه شطه كبيره. بحط معلقه كمون. وفي خلطه المحشي بحط برضو معلقه كبيره صغيره خلطه المحشي. وبرجع يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بحط كله على بعضه وبضيفه كله على بعضه. وبعد ما بتهدى خالص باجي ببقى مقطع الخضره زي ما انتم شايفيني كده حضراتكم. دول 5 حزمات خضره زي ما انتم شايفيني كده. 5 حزمات حلوين يعني، في حزم بتبقى صغيره، في حزم بتبقى كبيره، بس دول 5 حلوين يعني. حزمه بجنيه دلوقتي زي ما انتم شايفين. بس طبعا ايه، انتوا عارفين ان الخضره في الصيف بتبقى غاليه، فبيبقى مرفعين الحزمه، ممكن ساعتها تحطي 7 حزمات. في الشتاء بتبقى رخيصة والحزم بتاعتهم كبيرة، فبتبقى ايه 5 كفاية. او دي خلطة كيلو رز، دي بحط عليها كده كيلو رز. خلوكم معانا كده يا جماعة. كده انا هوت الخضرة بحطها الاول مع كده بعد ما بردت خالص، علشان ما ينفعش احطها سخنة، عشان يا جماعة فيه ناس بتعمل خلطة المحشي دي بتحطها على النار بعد ما بتحط لها الخضرة وتحط لها الرز، وتقول لك عشان تستشرب. لا يا جماعة، انا طالما عصقت الطماطم وحدها زي ما انتم شايفينها بالطريقة دي، لا فيها مية ولا فيها حاجة. وزي ما انتم عايزين تخلوا برضو البصلة على النار 10 دقايق خلوها، بس ما بتصفرش ولا بتعمل، ده هي المقدار 10 دقايق بس، النار هاديه كده بس بتدبل. انا بحطها كله كده ني في ني. عايزين تعملوها كده هي ما تبقاش فيها فرق خالص، لان هي ايه نفس ال وبحط بقى عليها دول كده الكيلو، بحط عليه 3 مكعبات ماجي، بحطهم بقى في الصلصه وهي لسه سخنه، عشان ايه يفكوا معايا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. دي الخلطه بتاعتي اهي. وانا هحط كده الرز اهو، ده كيلو رز اهو حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. بحطه واقلبه كده يا جماعه، وبرجع اقلب كله في بعض زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو. لا فيه ميه ولا مصيصه اهي، ولا محتاجيه زي ما الناس بتحطها على النار الخضره تتعسر بيبقى شكلها غريب. لا، هي زي ما انتم شايفين كده اهي. الخلطه معايا اهي، طماطمها كويسه اهي زي ما انتم شايفينها، وخضرتها كويسه اهي. ده يا جماعه كيلو رز، يعني 2 كيلو طماطم عليهم كيلو رز و5 حزمات خضره، 3 بصلات حلوين كده كبار بنقطعهم، سواء بقى بتقطعهم بالسكينه، بتضربوهم على كبه، على حسب ما انتوا ايه متعودين بتعملوا ازاي. بس ومعلقه صغيره فلفل اسود زي ما انتوا شايفين كده. وقلت لكم اهو، لا فيها ميه ولا فيها اي حاجه. ونلف كده على طول وتبقى تمام التمام اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد ان شاء الله كده ما نحط المحشي على النار ونحشيه ونحطه على النار ان شاء الله كده. خليكم معانا هنوريكم برضو طريقه التسويه. الخضره اللي انا بحطها، انا حاطه 2 شبت و2 كزبره خضره وواحده بقدونس. وبتظبطي الملح برضو بتدوقيه، مش معنى اتحطتي مثلا معلقه ملح كبيره يبقى خلاص ايه، يبقى هو كده اتظبط. لازم تدوقيه وتشوفي الملح بتاعه مظبوط ولا عايز تزودي تاني.
بس هو في ناس يا جماعه دي خلطه الكرنب. لما باجي اعمل ورق عنب انا ما بحطش كزبره خضراء، بحط بقدونس وشبت بس. والكزبره برضو في ناس كتير ما بتحبهاش حتى في الكرنب، يعني على حسب ما انت عايزين تحطوا شبت وبقدونس بس مفيش مشكله، عايزين تحطوا من الثلاث انواع شبت وبقدونس وكزبره عادي. بس انا بحس ان الكزبره في الكرنب بتديله طعم اكتر، وبتحس ان انت فعلا بتاكل حاجه يعني طعمها احسن. بس وعلى حسب ما انتم ما بتحبوا. حبيبي انا كده خدت نص الخلطه اللي انا عملتها، عملت منها نص كل ورق عنب، والنص التاني هوت هلف بيه ايه الكرنب. بس النص ده انا زودت عليه حزم الكزبره، لان انا بحب الكزبره جدا في الكرنب، بتبقى حلوه جدا في الكرنب، لكن انا ما بحطش على ورق العنب كزبره. وقطعت الورق بتاعي اهو زي ما حضراتكم شايفين، قطعته كده زي ما حضراتكم شايفين كده الحجم ده، وابدا الف بقى اهو. انا كده قطعت اهوت الكرنب، ورق الكرنب اهو كده، ده هيلف معايا حله برده كويسه زي ما حضراتكم شايفين كده، قطعته بالشكل ده كده اهو. انا كده هبدا الف ان شاء الله الكرنب. يا حبيبي انا حشيت المحشي اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده. ده نص كيلو ملا معايا حله كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وانتظروا معانا بقى بعد التسويه. حبيبي هو كده استوى معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين، استوى معانا المحشي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو عملتوه بنفس الطريقه اللي انا وريتكم بها ديت والله هيعجبكم جدا جدا، تعملوه وتاكلوه بالف هنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد.